اليوم حالة النساء في تونس هي في تدهور مستمر، وخاصة نوتامون على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. العنف اليوم ما عادش نجمو نحكيو على عنف فقط جسدي او نفسي او جنسي، ولكن ولا برشا عنف اقتصادي. هذا نلقاوه في برشا شرائح من النساء، كما النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللي ما يتمتعوش بتغطية اجتماعية، ما يتمتعوش بأبسط الحقوق الحقوق اللي عندها علاقة بالأجر نتاعهم. برشا نساء اللي يخلصوا أقل بياسر من الرجال في القطاع الفلاحي هذايا، وفي حال انه 80% من العاملين في القطاع الفلاحي هما نساء، 5% فقط منهن عندهم اكسي ملكيه الاراضي. كيف العاملات في المنازل اللي صحيح صار قانون ولكن لم يتم تفعيله او تطبيقه الى حد اليوم. اعمال الرعايه غير مدفوعه الاجر اللي من با دوله تونسيه تحكي عليها، ولكن ايضا او بوان دو فيو من الفيسكاليتي في الجيبيه نلقاو اللي فما بوكو دو ميزور فيسكال اللي هي ديسكريميناتوار على ليغار دي فام، كما أنه رئاسة العائلة عند إسنادها للرجل فقط هي تمنح امتيازات جبائية للنساء للرجال بصفتهم تلك. كما زاد فما في تونس كون ابيل لا تاكس روز، الضريبة الوردية، اللي هي نلقاو نفس لي برودوي يستعملوهم الرجال والنساء، ولكن وقت اللي نزيدوا عليهم صبغة فيمينين الأسوام نتاعهم تطلع. اي دونك سي سا لا تاكس روز. دونك نحكيو على برشا مفارقات اقتصادية واجتماعية اللي تعزز من الهشاشة اللي تعيشها نساء في تونس.